رسميا الأهلي يعلن بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية. إيفرتون ينضم لمعسكر بيراميدز في تركيا بعد اجتياز الكشف الطبي. انضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لمعسكر فريق بيراميدز المقام حاليا في تركيا بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي وإتمام انتقاله لصفوف بيراميدز. يوم السابع الناشئ حسن أحمد حسن لاعب فريق 2012 بنادي البنك الأهلي والذي أصبح حديث مواقع السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بعد انتشار قصته، حيث يسافر من المنيا إلى القاهرة للتدريب بنادي البنك الأهلي بشكل يومي، وهو ما أثار إعجاب المتابعين مطالبين البنك الأهلي بتوفير إقامة له. محمد إسماعيل يغادر معسكر زد تمهيدا للانضمام للزمالك والخضوع للكشف الطبي. غادر محمد إسماعيل مدافع فريق زد معسكر فريقه المقام حاليا في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد، وذلك من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. حسام عبد المجيد مستمر مع الزمالك بعد فشل مفاوضات الاحتراف الخارجي. استقر حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على البقاء داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل بعد فشل مفاوضاته بشأن الاحتراف الخارجي. إمام عاشور لاعب فريق الأهلي يواجه صعوبة في اللحاق بانطلاقة فريقه ببطولة الدوري الممتاز بسبب الإصابة التي ما زال يتلقى العلاج التأهيلي منها تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية وإعلان الجاهزية التامة للمباريات الرسمية. تشهد أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء بعد ظهوره مؤخرا في إحدى السهرات بالساحل الشمالي رغم غيابه عن معسكر الفريق بداعي وجود ظرف عائلي طارئ. الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو لمدة موسم. وافق النادي الأهلي على انتقال يوسف عبد الحفيظ لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فاركو لمدة عام على سبيل الإعارة. بيراميدز يهزم قاسم باشا 1-0. حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على فريق قاسم باشا التركي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في إطار معسكر الإعداد الخارجي. فيريرا يختتم معسكر الزمالك بمحاضرة فنية قبل مغادرة العاصمة الإدارية. اختتم فريق الزمالك معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة بمحاضرة فنية ألقاها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على اللاعبين ظهر اليوم السبت داخل فندق الإقامة. نجم المنتخب الكوري الجنوبي ونادي توتنهام سون يعلن علنا دعمه لغزة وفلسطين ويدعو الناس إلى المساعدة والتبرع لجميع المتضررين ورفع الحصار عنهم.